سلام عليكم. الأهلي خلص على بيراميدز بالثلاثة بمساعدة أحمد الشناوي وبأداء رجولي ومميز من لاعيبة النادي الأهلي وبالأخص من عمرو السولية. ونقول إيه؟ كابسة كابسة كابسة. والأهلي يعود ويتربع على عرش صدارة الدوري المصري بعدما أنفاز على بيراميدز بالثلاثة، والزمالك يخسر من زهرة الجنوب في أسوان 2-1. وأهم حاجة إن أنت تنزل دلوقتي حالا بالا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتحط لايك لو الفيديو عجبك، وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيبلك اللينكات تحت في الوصف. اهلا بيكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة، والحديث عن مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري. والحقيقة أهم حاجة في ماتش بيراميدز دوت إن أنت تكسب، يعني أنا ولا يهمني ولا أداء ولا أي حاجة تانية، أهم حاجة ال3 بونت من ماتش بيراميدز، لأن اللي بيبقى ليها طعم تاني خالص. وعلشان إحنا كلنا عارفين نادي بيراميدز اتعمل ليه، هو اتعمل علشان يرخم على 100 مليون أهلاوي في السنة مرتين. بس اوعى الأداء اللي أنت شفته في ماتش النهارده دوت يخونك وتقيم عليه اللعيبة في الماتشات الجاية، لأن اللعيبة بتبقى نازلة ماتش بيراميدز ديت مستوى تركيزها 200% من مستوى تركيزها الطبيعي، وبيبقوا عايزين ينزلوا يعملوا حاجة. والحقيقة أنت علشان تكسب بيراميدز مع تركيز جونياس لازم تعمل كذا حاجه. هات الورقه والقلم واكتب ورايا. اول حاجه ان انت لازم انت اللي تكون متقدم في النتيجه، مش نادي بيراميدز، لان لو نادي بيراميدز هو اللي تقدم في النتيجه هيرجع للدفاع وهيرخم عليك وهيخلص الماتش كده. وتاني حاجه اللي انت تضغط عالي، فما فيش اي فريق في افريقيا لو انت ضغطت عليه عالي مش هيخسر الكوره، كله هيخسر الكوره وانت هتسترجعها. والمطلوب منك بقى ان انت تستغل الفرصه ديت وتسجل هدف، وان انت تستغل المساحات في دفاع بيراميدز وتستغل بطء ارتداد خط الوسط وبالاخص عبد الله السعيد. طب لو انت بقى ما لحقتش تعمل هجمه سريعه نعمل ايه؟ يعني نخسر؟ لا، هتعمل بناء للهجمه بطيء بكل سهوله. كل لاعب وهو بيبني الهجمه يكون هادي ومركز وياخد وقته في بناء اللعب، يعني انت مش وراك حاجه يعني. بس اهم حاجه وانت بتضغط عالي ان انت يبقى عندك سرعه ارتداد للدفاع، لان انت لو ما ارتدتش بسرعه وبيراميدز عرف يخرج بالكره هيزعلك ويستغل المساحه اللي في ظهرك. وحاجه تانية ان انت لما تسيب الكره وترجع للدفاع تقلل المساحه ما بين خط الدفاع وخط الوسط على قد ما تقدر، لان لعيبه بيراميدز بتتمركز في المساحه دي. وان انت تقفل بلاعب خامس الناحيه التانية في الدفاع، لان بيراميدز هتلاقيه بيجمع اللعب في ناحيه وبيلعب كره عكسيه للطرف التاني علشان يخلق موقف زياده عدديه. واهم حاجه اللي انت تبقى اهدى ومركز وهتكسب في الاخر. وحاجه تانية مهمه ان انت لما تسجل هدف مبكر تحافظ عليه على قد ما تقدر، ولما تجيلك الفرصه ان انت تجيب التاني تجيب التاني وتخلص على بيراميدز. وفي الاخر كل الكلام اللي احنا قلناه ده الاهلي عمله باحسن طريقه. ونروح بقى لنادي بيراميدز وتاكيز جونياس. الحقيقه لو انت اتفرجت على ماتش لتاكيز جونياس كمان 30 سنه هتلاقيه بيلعب بنفس طريقه اللعب ديت وبنفس انتشار لعيبته. فعلى قد ما ماتش بيراميدز بيكون اصعب الماتشات في الموسم، على ان هو اسهل الماتشات اللي انت تجيب منه 3 بونت، لان انت مش محتاج تدرس بيراميدز قبل كل ماتش، بس المطلوب منك ان انت تعمل اللي انت بتعمله كل ماتش وان انت تكون في كامل تركيزك. اما بقى عن انتشار لعيبه بيراميدز فتاكيز جونياس بيعتمد على الهرم المقلوب، والحقيقه ديت اسوأ طريقه لتنفيذ الهرم المقلوب انا شفتها في حياتي. فنادي بيراميدز بيعتمد على ال4-3-3 واللي بتتحول 2-3-5 بثبات قلبي الدفاع وبلاتي توري في عمق الملعب ونزول عبد الله السعيد ناحيه الشمال، ومحمد الشيبي الباك اليمين يلعب كظهير وهمي ويضم لنص الملعب مع تقدم محمد حمدي واسلام عيسى. فنادي بيراميدز بيعتمد على ان هو يجمع اللعب في ناحيه وان هو يلعب كره عكسيه للناحيه الثانيه في المساحه ويستغل الزياده العدديه اللي هتكون هناك. والحقيقه اللي مساعد لعيبه بيراميدز ان هم ينفذوا طريقه اللعب ديت ان هم متاسسين صح، يعني لعيبه بيراميدز بتعرف تستلم وتسلم وتتحرك صح وتنفذ تعليمات المدير الفني. والحقيقه اللي هو ما عندوش شغل تكتيكي كبير، فهو بيعمل نفس طريقه اللعب في كل ماتش مع اي منافس تحت اي ظروف. فتاكيز جونياس مش بيعرف يقرا احداث المباراه ويغير المباراه لصالحه حتى لو هو متعادل او متاخر في النتيجه، وكمان مش بيدرس الخصم قبل المباراه، فهو مش بيقفل على اهم عناصر الخصم ومش بيستغل النقاط السلبيه اللي عنده. فانا شايف ان تاكيز جونياس او تاكيز شيبسي على راي الهستيري واخد حجم اكبر من حجم. ونروح بقى للنادي الاهلي. فمارسيل كولر بدأ بال4-2-3-1 الطبيعيه، مفيش اي تغيير. محمد الشناوي في حراسه المرمى، والدفاع من اليمين للشمال محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، واثنين ارتكاز في النص عمرو السولية واليو ديانج، وصانع العاب محمد مجدي قفشه، وناحيه اليمين كريم فؤاد، وناحيه الشمال برونو سافيو، وراس حربه شادي حسين. فمارسيل كولر بدأ بمحمد مجدي قفشه وبرونو سافيو علشان هو كان محتاج 2 لعيبه يقفوا على الكوره اطول وقت ممكن وما يخسروش الاستحواذ. انما لو كان ابتدى باحمد عبد القادر فهو ما كانش هيقدر ينفذ له الفكره ديت، لان احمد عبد القادر بيبقى معتمد ان هو يستلم الكره وينطلق بيها
ويروح بيها يا تكمل يا تتقطع، وان هو فضل ان احمد عبد القادر يبقى سلاح على الدكه ينزله في الشوط الثاني ويستغل سرعته وبطء محمد الشيبي الباك اليمين. فمارسيل كولر كان مقسم الماتش، في اول ربع ساعه كان بيلعب ضغط عالي، بعديها في ثاني ربع ساعه تراجع للدفاع وساب الكره لنادي بيراميدز وكان بيلعب على الهجمات المرتده وتعطيل اللعب اللي موسيماني كان بيعملها في ماتشات بيراميدز دي يعني. وطبعا كل دوت علشان يخطف هدف، ويا حبذا لو هو هدف مبكر. وفي اول ربع ساعه في الشوط الثاني كان بيلعب ان هو ما يدخلش فيه هدف، وان هو يمتص حماس لعيبه بيراميدز اللي هتبقى عايزه تنزل تسجل هدف التعادل في اول الشوط الثاني. وبعد اول ربع ساعه في الشوط الثاني لما تجيلك الفرصه لتسجيل الهدف الثاني تجيبه على طول وتخلص على الماتش، وهو دوت برضه اللي حصل. ففي الضغط العالي ال 4-2-3-1 كان بتتحول لل 4-4-2 مع تقدم محمد مجدي قفشه بجوار شادي حسين والضغط العالي، والحقيقه الطريقه ديت نجحت بنسبه كبيره، بس مارسيل كولر ما يقدرش يلعب بيها طوال الماتش لاسباب كتيره قوي، منها تعب اللعيبه وان هم مش هيقدروا يكملوا الماتش للاخر والاصابات وضغط المباريات وحاجات تانية كتيره. اما بقى لما هو قرر ان هو يسيب الكوره لنادي بيراميدز ويرجع للدفاع، فهو كان بيلعب بال 4-4-1-1، ولكن ده ما استمرتش كتير لان هو عارف ان نادي بيراميدز بيفضي المساحه اللي في الناحيه التانية، فهو خلاها 4-5-1. ففي الناحيه اللي نادي بيراميدز كان بيجمع فيها اللعب كان بيقفل الجناح مع الظهير، والجناح بتاع الناحيه التانية كان بيقفل كقلب دفاع خامس علشان يقفل المساحه ديت زي ما احنا ما قلنا. فعلى سبيل المثال بيراميدز كان بيجمع اللعب في الناحيه الشمال اللي موجود فيها عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فكان حسين الشحات بيقفل مع محمد هاني لان كريم فؤاد خرج للاصابه بدري، والناحيه التانية برونو سافيو كان بيقفل كقلب دفاع خامس جنب علي معلول، مع رجوع قفشه لمساعده ديانج والسوليه، ومع كده برضه كان بيبقى فيه لاعب زياده من بيراميدز في الجبهه العكسيه، وبيراميدز كان بيعمل الكره العكسيه للعيب ده، بس اللاعب دوت ما كانش بيعمل خطوره ايجابيه لان النادي الاهلي كان بيعمل ارتداد عكسي بعرض الملعب سريع، وكان بيقفل المساحه في اسرع وقت ممكن، فعلشان كده بيراميدز ما استغلهاش وما حسيتش بخطوره جامده من ناحيته. اما النقطه الثانيه اللي تبين لك ان مارسيل كولر بيعرف يقرا المباراه صح، هي نقطة خروج شادي حسين ما بين الشوطين في أسرع وقت ممكن ونزول محمد شريف. والسؤال هنا هو ليه خرج شادي حسين بدري قوي كده وما صبرش عليه؟ الإجابة هي في نقطتين. فشادي حسين كان مطلوب منه ان هو يبقى مهاجم محطة، لا مش المحطة اللي في دماغكوا ده، انما هو مهاجم محطة بمعنى ان هو ينقل الفريق من الدفاع للهجوم بتحركاته، سواء ان هو لمس الكرة او ما لمسهاش، المهم ان هو يفضي مساحة للعيبة اللي معاه. والحقيقة اللي نجح فيها محمد شريف بسبب التناغم العالي اللي ما بينه وما بين قفشة، انما التناغم ما بين قفشة وشادي حسين فهو تناغم قليل قوي الصراحة، والمفروض ان هم بقى لهم 4 شهور اهوت مع بعض، فالمفروض التناغم دوت يعلى ويبقى اعلى من كده بكتير. فخلينا نشوف التناغم دوت هيوصل بعد كده لايه. اما النقطه الثانيه واللي هي الاهم واللي هي بسببها الاساسي خرج شادي حسين، هي نقطه الضغط على بلاتي توريه. فهو ما كانش طالب من شادي حسين ان هو يضغط عالي على قلبي الدفاع الا وهو بيضغط عالي طبعا، وما كانش مطلوب منه ان هو يعمل رقابه لصيقه مان تو مان على بلاتي توريه، بس كان مطلوب منه ان هو يعمل قطع لخطوط التمرير لبلاتي توريه، يعني اي لاعب معاه الكوره يكون شادي حسين واقف في المساحه اللي ما بينه وما بين بلاتي توريه علشان ما يعرفش يبصيها لبلاتي توريه، لان بلاتي توريه هو اهم عنصر في بناء اللعب في نادي بيراميدز. فمارسيل كولر ما كانش عايز يعمل مان تو مان على بلاتي توريه علشان تاكيز جونياس ما ياخدش باله وينزل لاعب اضافي زي رمضان صبحي مثلا يستلم في مركز 10 في المساحه اللي هتكون فاضيه في المكان ده. فشادي حسين كان بيبقى واقف في اكتر من هجمه، وبلاتي توريه كان بيستلم الكره وكان بيبني الهجمه، وعلشان كده مارسيل كولر ما استناش على شادي حسين وطلعه ما بين الشوطين ونزل محمد شريف اللي عمل بالطريقه ديت احسن اداء ممكن يعمله. اما بقى نقطه تانية ملهاش علاقه بالتكتيك، هي نقطة ان انا هفضل لحد امتى مستني مهاجم النادي الاهلي يجيله فرصة ويسجلها هدف. فشادي حسين في الشوط الاول جات له كورتين على دماغه وانفراد ضيعهم هما الثلاثة، ومحمد شريف في الشوط الثاني ضيع انفرادين، يعني مجمل اداء المهاجمي النادي الاهلي في المباراة النهاردة جات لهم 5 فرص ضيعوا ال5 فرص. فاهم حاجة ان النادي الاهلي يدعم بمهاجم يكون بيعرف يخلص حتى لو هو كبير في السن وعنده خبرات، بس المهم تجيله ال5 فرص ديت يسجل منهم 3 أو 4. ففي ماتش مهم زي بيراميدز دوت لو انت ضيعت ال5 فرص والماتش ما مشيش لصالحك كنت هتندم عليهم في الاخر ندم كبير قوي. وعندنا كمان خرج محمد عبد المنعم وكريم فؤاد للاصابه، وانا بتمنى لهم من هنا الشفاء العاجل، ونزل بدل منهم حسين الشحات ومحمود متولي. والحقيقه خروج محمد عبد المنعم ما اثرش لان هو نزل صخره ثانيه اسمها محمود متولي قفلت المكان دوت وما حسيتنيش باي فرق خالص. اما النقطه الثانيه واللي هي فادت النادي الاهلي هي خروج كريم فؤاد. فزي ما احنا ما قلنا مارسيل كولر كان بادئ بقفشه وبرونو سافيو علشان يوقفوا اللعب ويعطلوا الهجمه ويلعبوا كره طوليه لكريم فؤاد علشان يستغل سرعته ومهارته في الاختراق. بس الحقيقه انا حسيت النهارده ان كريم فؤاد مش في كامل تركيزه ومعرفش يستغل وكان سرحان شويه في بعض الهجمات، ونزل حسين الشحات واللي هو كان فارق بنسبه كبيره قوي، سواء ان هو يعتبر سجل الهدف الثالث او الكورنر اللي رفعه على راس عمرو السوليه سجل منه الهدف الثاني.
فالحقيقه الجبهه اليمين لما بيلعب فيها حسين الشحات ومحمد هاني هما الاثنين بيقدموا اداء مميز على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي، لان هما الاثنين بيدوا ثقه لبعض وهما الاثنين بيستريحوا لما بيلعبوا مع بعض. وكمان في نقطه تانية هي نقطه الفوت وورك لمحمد الشناوي. الحقيقه محمد الشناوي بقى الفتره الاخيره بقى بيلعب برجليه وحش قوي، مع ان ديت كانت ميزه عند محمد الشناوي زمان، وان هو كان افضل حارس في مصر بيلعب برجليه. فالحقيقه انا مش عارف هي ليه قلت كده بنسبه كبيره من محمد الشناوي، بس اللي انا اتمناه ان هي ترجع له تاني في اسرع وقت ممكن. والحقيقه في نقطه كمان هي نقطه التسديد، ومارسيل كولر كان مدي تعليمات للاعيبه خط الوسط والمهاجمين عنده ان هي اول لما تتيح لهم الفرصه ان هم يسددوا على طول بدون اي تردد. فده اللي احنا شفناه في الماتش اللي فات وفي ماتش النهارده كمان، وسجل منها عمرو السولية الهدف الاول للنادي الاهلي. وكمان كان في نقطه تانية وهي نقطه الركنيات، واللي هي تطورت في الماتش دوت بنسبه كبيره قوي عن الماتش اللي فات. فالنادي الاهلي في الماتش اللي فات اتحصل على 15 ركنيه ما سجلش منهم ولا هدف، انما في ماتش النهارده جات له 4 ركنيات سجل منهم الهدف. والحقيقه هي النقطه في سوء تنفيذ علي معلول للركنيه. فعلي معلول بينفذ الكورنر يا اما بتلف على جوه وبتبقى سهله للحارس، يا اما بتبقى قصيره واول مدافع بيشيلها. اما في الكورنر الرابع والاخير للنادي الاهلي في المباراه، حسين الشحات قرر ان هو اللي يلعب الكروس ولعبها على راس عمرو السولية وسجل منها الهدف الثاني. بس كده. وقبل الختام احب اقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره وللعيبه، وان شاء الله انا مستني الثبات على المستوى دوت في المباريات القادمه. وبس كده. ختاما كان معاكم محمد مجدي من قناه اللمسه الاخيره. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير في كل مكان، وتحط لايك لو الفيديو عجبك، وتتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. وهو ده كان كل اللي عندنا عن ماتش الاهلي وبيراميدز في الدوري. بس كده. سلام.